بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير وفي احسن حال، ورمضان كريم علينا وعليكم كده، وربنا يجعله شهر خير وبركة. وربنا يحقق كل اماني وكل احلام كل واحد يا رب العالمين، وربنا يجعلنا من المقبولين فيه يا رب العالمين، وربنا يرضى عننا جميعا يا رب. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم كده. ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا شير. فالفيديو بتاعي النهارده فيديو اساسي كده، اساسي 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 في السحور. يعني الحاجات اللي انا بعملها النهارده دي احنا هناكل منها في السحور ان شاء الله، الليله دي اول سحور في شهر رمضان، فهناكل منها ان شاء الله. بس انا كنت عاملاها الصبح، يعني انا بادئه اعملها من النهارده اخر يوم، فانا عاملاها من الصبح عشان نفطر منها. فهنعمل الطعميه. كان عندي نص كيلو فول، قلت لا بدل دخل على شهر رمضان هسيبه لاخر الشهر يعني، وهيقعد كمان شهر، فلا اما اعمله بقى ايه النهارده. والحاجات اللي تفيدها كيسها كده في الفريزر، ممكن يعني اللي يحب نبقى نطلعه في السحور نعمله. فانا قعدت النص كيلو فول ده من بالليل، وقمت الصبح بقى رحت غسلاه، وغسلته كذا غسله كده، وسبته بقى في المصفى يتصفى براحته. وبعدين ورحت جايبه ربطه كرات، اللي هو الكرات المصري ده بيبقى حلو قوي في الطعميه ما بتبقاش حلوه الا لما بتحط فيها الكرات المصري ده. فالمهم وجبت بصلية صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، وجبت ربطة شبت على بقدونس على كزبرة، وقطعتهم كلهم تقطيع عشوائي كده، وحطيتهم على الفول، وكم فص توم كبار برضو، علشان برضو ايه كل ده هيتطحن مع بعض هنفرمه. فجبت الكبة ورحت نازلة بقى بكمية الفول زي ما انتوا شايفين، مع الخضرة اللي هي الكرات والبصل. زي ما قلت لكم هي بصلية صغيرة خالص. وحطيت كمان حبة الشبت على بقدونس وايه، وهبدأ افرمه في الكب. اذا الكبه اللي انت بتفرمي لقيتها واقفه معاكي وما بتفرمش حلو، واقفه يعني وتقيله وكده، مشيها بحبه ميه، حبه ميه صغيرين صغيرين خالص، لان احنا بنعمل عجينه مش بنعمل عصير، فلازم انا همشيها بس يعني نقطه يعني نقطه بنقطه كده لحد ما الاقيها تلف معايا. بعد كده خلاص. زي ما انتوا شايفين اهو، شوفوا شكلها عامل ازاي، وريحتها كمان، ريحة الفول مع الخضرة بقى والبصل والكرات والحاجات دي ريحته حلوة قوي. المهم رحت حط عليه بهارات برضو بسيطة خالص، اللي هو البهارات المشكلة اللي عندي، حطيت معلقة كبيرة يعني معلقة محترمة، وحطيت حبة كزبرة ناشفين برضو كتار، هي الطعمية بتحب الكزبرة الناشفة. وحطيت الملح، ظبطت الملح. دي البهارات المشكلة، بتبقى شطة بقى على كمون على كزبرة على كبابة صيني على فلفل اسود، بهارات مجموعة بهارات مشكلة مطحون. وما ننساش برضو نحط رشة بيكربونات، ولازم رشة البيكربونات دي علشان لو ما حطيناش الطعمية تبقى مكتومة. يعني هي رشة البيكربونات دي بتخلي الطعمية جواها هوا كده، وبتخليها هشة مقرمشة من بره، وبتبقى هشة من جوه كده وطعمها حلو. لكن لو ما حطيناش رشة البيكربونات دي بتخلي الطعمية مكتومة، حتى لو انت عاملاها في لترين زيت ولا حاجة. كتمة الطعمية ملهاش دعوة بالزيت خالص، هي لأن هي عجينة تقيلة، فلازم نحط لها بيكربوناتو علشان يخليها هشة كده اما تبدأ تستوي معانا، يخليها هشة ومنفوخة كده وجواها هوا. جبت بقى كمية زيت زي ما انتوا شايفين، انا جبت كمية مناسبة على قد الطبق اللي انا هعمله، لان انا ما هعملش الكمية دي كلها، انا هعمل بس طبق على قد الفطار بتاعنا. فجبت كمية زيت، في عايزين تحبوا تعملوها بقى في الزيت يبقى كتير وكده براحتكم، بس انا شايفة ان الكمية دي مناسبة وهتكفي الطبق اللي انا هعمله. هبدأ بقى اجيبها واعملها بقى كده قراصة، هي بتبقى اصلا سهلة جدا بقى في العمل، بتبقى خفيفة كده وطرية وعجينة، وبعدين بتبدأ بقى تعملها كده قراص، وتحطيها في الطاسة. انا عاملاها قراص مفرودة لان الزيت قليل طبعا، لكن لو زيت كتير زي اللي بنشوفه في المطعم ده بيعملوها كور بقى ويقعدوا يعملوا يشوحوا كده، لكن انا عاملة على قد الزيت اللي معي. هبدأ بقى اعملها كده، واروح ما تبدأ تستوي اروح مقلباها على الجنب التاني. ده بقى الفطار بتاعنا. انا عملت طبق طعمية زي ما انتوا شايفين، وقطعت حبات طماطم على واحدة خيار، وعود جرجير كده ربطة جرجير، وطبق جبنة، وطبق مخلل. ده الفطار بتاعنا النهاردة، يعني اخر فطار قبل رمضان.
ده هو ده. قلت بقى نعمل ايه حاجة خفيفة كده وفي نفس الوقت حلو. بقيت الكمية بقى انا اخدتها وحطيتها عندي كيستها كيسين كده في الفريزر، هنبقى ان شاء الله نعملهم مع بعض في رمضان بإذن الله. ده بقى الفول ده اللي هندمسه طبعا للسحور، لان السحور يعني فول وجبنة ده وزبادي، ده السحور الاساسي بتاعنا كلنا. اي اضافات تانية بقى دي بتبقى اختياري، لكن الفول والجبنة والزبادي، الفول والزبادي والجبنة ده اساسي 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 في السحور، هو ده اصلا اللي بيشبع. فانا نقعته وهنعمله برضو مع بعض، بس انا هنقعه حوالي ساعتين كده على ما نعمل الزبادي. الزبادي ده لتر لبن، لبن حليب بلدي، ما هوش مثلا معلب ولا حاجه، لا حتى ما غليته هو غلى وسبته يبرد، الوش بتاعه هو بخيره يعني. ورحت جايبه بقى معلقه لبن بودر وعلبة زبادي بلدي برضو، ورحت حطاهم كده مع بعض، ورحت حاطه حبة لبن، وهبدأ حبة لبن صغيرين بعيد عن اللتر يعني، فهبدأ اقلبه زي ما انتوا شايفين. فانا هلاقيه لسه مكتل كده اروح عاملاه في الخلاط، لان لازم افرمه حلو علشان الزبادي يطلع معايا متماسك ويطلع حلو. لكن لو انا لقيته لو داب خلاص، لكن لو لقيته مكتل لا، لازم افرمه يعني انعمه خالص يبقى ناعم، ما يبقاش فيه كتل خالص، علشان زي ما قلت لكم يبقى متماسك. ومعلقه اللبن البودره دي برضو بتديله قوام حلو قوي ونعومه اهو. شوفهم بعد خدته فرمته في شفشق الخلاط، ورحت جايبه كميه وحطاها، هتحس اساسا ان هو تقلت ويبقى فيه رغوه وريحته بتبقى حلوه كمان. عايزه تزودي سكر زودي، بس انا ما زودتش السكر، بس انا برضو ساعات بحط له سكر بيبقى حلو. وده احنا طول الشهر ان شاء الله هنعمل مع بعض، مره نعمله بالفاكهه ومره بالسكر، هزود له سكر، هنعمل مع بعض. وبعد كده هبدأ بقى اقلبه بعد ما نزلت بكمية اللي انا ضربتها في الخلاط دي على اللبن. هبدأ بقى اقلبه كويس قوي قوي قوي، يعني تقليبه حلوة على ان كله يندمج. وبعد كده اروح جايبه صينيه وكوبايات وهبدا افرغه كده في الكوبايات. كل الكميه اللي معايا اروح مفرغاها في الكوبايات اهي في الصينيه. وانا كنت مشغله الكاتل بقى عشان يجيب على الميه السخنه اهو. اللتر اللبن عمل معانا الكمية دي، كمية حلوة برضو، والكوبايات حلوة يعني ومليانة ما شاء الله. وبعدين هروح جايبة بقى اهم حاجة حبة الخل دول، احطهم في الصينية عشان الصينية ما تبقعش وتبقى متزرق يعني من جوه وكده، تبقى سهلة في الغسيل. فلازم معلقة الخل دي بدل حاطة مية سخنة وهنسيبها كده، يبقى لازم معلقة الخل. بعد كده اروح نازله بقى بالميه السخنه لحد ما تملى نص الكوبايه، لحد ما توصل لنص الكوبايات. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن، مشغلاه يعني فرن سخن سخن يعني، قعدت مشغلاه فتره كده. وبعدين رحت طافيه عليه. هشيل بقى الصينيه دي كلها وهروح مغطياها، اجيب فوطه كده من تكون فوطه نظيفه، وهروح او عندك صينيه او غطا او اي حاجه، المهم انا جبت فوطه ورحت مغطيه كده الصينيه بتاعتي، ورحت مدخلاها الفرن. هسيبها بقى في الفرن حوالي 4 5 ساعات. انا يعني انا بسجل الفيديو ده حوالي الساعة 9 اول، انا مطلعاه من حوالي الساعة 7، وانا عاملاه الساعة 2، يعني سيبته 5 ساعات في الفرن مطالع متماسك متماسك، ورحت حاطاه في التلاجة ان شاء الله لساعة السحور. دي بقى الفول بتاعنا. انا جبت اللي هي الفوالة دي، حطيت نصها مية، ورحت نازلة بكمية الفول، اهم حاجة كمية المية تكون كتيرة. وهروح مشغلة السخان ده بالكهرباء كده على رقم 5، اول ما يبدأ يغلي هروح مهديه عليه على رقم 2. برضه كنا احنا كنا دلوقتي كده حوالي العصر، لا بعد العصر حوالي الساعة 4. هسيبه بقى لحد ما يستوي، لأن كل ده السحور بتاعنا ده الليلاد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم بفيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.